ازيك يا احمد؟ اخبارك؟ نازلين الجامعه؟ طيب ثواني بس اجهز الشنطه وانزل لك. واحد محتاج يلحق يظبط الشنطه. الو. ايوه يا ابني، خلاص جهزت الشنطه اهو، اديني نازل. يلا سلام. يلا يا معين يا رب. زي ما شفنا كده في السكتش الصغير اللي احنا عملناه، انك انت لو اي مكان انت رايحه، رايح مدرسه، رايح جامعه، رايح شغل، فانت لازما في شنطه هتشيلها معاك. سواء بقى شنطه الكتب، شنطه اللابتوب، التابلت، الجهاز اللي هتشتغل عليه، شنطه السلايدات، الفايلز. طيب بقى لو جيت وقلت لك على حاجه مختلفه، انت النهارده هتاخد معاك شنطه في اي مكان انت هتروحه، وهتحتاجها في اي مكان انت رايحه، والشنطه دي هتفضل ثابته معاك ولازم تزيد مع الوقت. والمهم في الموضوع، انت الشنطه دي مش بتشيلها على ظهرك ولا على كتفك ولا في ايدك، الشنطه دي انت بتشيلها جوه دماغك. اتوقع الموضوع بقى اوضح. الشنطه دي هي شنطه مهاراتك، شنطه المهارات، الشنطه اللي انت لازم يبقى جواها كل الهارد سكيلز والسوفت سكيلز اللي موجوده فيك. هتيجي تقول لي ايه لازمه الشنطه دي؟ الشنطه دي اساسا انت من غيرها مش هتعرف تعيش، انك من غير الشنطه دي مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تجيب فلوس، مش هتعرف تعيش، وبالتالي انت هتخسر حاجات كتيره جدا لانك ما عرفتش تنمي الشنطه دي من وانت صغير. اساسا احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نحكي عن ايه هي فوائد المهارات، احنا محتاجين نحكي انت ازاي تقدر تنمي مهاراتك. اخوكوا مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي، لانه في النهايه انت بمهاراتك دي اللي هتكون شخصيتك ولا هتكون البيرسونال براند بتاعك. فانت بدون السكيلز مش هتعرف تبني بيرسونال براند قوي جدا يخلي الناس تختارك. نيجي بقى انك انت ازاي تنمي المهارات دي. خلينا متفقين ان السكيلز باج او شنطه المهارات مكونه من جزئين او من سوستتين. الجزء الاول والاهم والاكبر واللي عارفين ما ينفعش تستغنى عنه هو الهارد سكيلز، اللي بمعنى اصح هو التخصص بتاعك، انت تعرف تقدم ايه. والجزء التاني واللي هو جيب صغير بس بدون الشنطه بتتقطع وبتتفلت هو السوفت سكيلز، وللاسف ناس كتيره بتهمل السوفت سكيلز ومش بتتعلمها. نيجي على المجال الاول وهي الهارد سكيلز، واللي هي برضه عشان تعملها محتاج خطوتين. خدت واحده حلوه قدامك حل من اتنين. اول خطوه انك تعرف اصلا انت مين. انا عرفت ان انت عرفت، بس انا ما اعرفش ان انت عارف، واديك عرفت ان انا عرفت ان انت عرفت، ونفسك تكون ايه بعد 10 سنين قدام. وعشان تعرف اكتر عن الموضوع ده وازاي تختار تخصصك وازاي تعرف تبني نفسك، فاحنا كنا عملنا فيديو رائع جدا بيتكلم عن انك انت ازاي اصلا تقدر تختار تخصصك وازاي تقدر تفهم نفسك. هسيبه لكم في اخر الفيديو في شاشة النهاية ان شاء الله تعالى. الخطوة الثانية انك انت اصلا ازاي تتعلم المهارات دي. خلاص انا عرفت احدد نفسي وعرفت انا محتاج اكون ايه. تعلم الهارد سكيلز موجود على آلاف وملايين ومليارات الكورسات الموجودة اونلاين واوفلاين والدورات والجامعات. نحن نتكلم بقى عن الكورسات الاونلاين والموجودة. بص، ملكش حجة، ما تعرفش انجليزي في عربي، معكش فلوس في مجاني، عاوز شهادة في بشهادة، كله موجود. اللي منتظرك انك تبدأ وتاخد الخطوة. ونرجع بعد كده للسوستة التانية اللي في الشنطة، وللأسف اللي لما بتهملها الشنطة بتبدأ تسقط من تحت حاجات كتيرة جدا، وهي السوفت سكيلز. للأسف ناس كتيرة جدا بتيجي على السوفت سكيلز، ولكن أنا أراها بأهمية الهارد سكيلز. ليه؟ إنك أنت بدون كوميونيكيشن سكيلز، بدون ماني مانجمنت، بدون تايم مانجمنت، كل دي أمور أنت تحتاجها أيا كانت الانفايرمنت اللي أنت تشتغل بيها وأيا كانت بيئة العمل اللي أنت تشتغل بيها. أنت لازم تكون عارف إزاي بتعرف تدير أموالك، أنت إزاي تكون عارف إزاي تقدر تدير وقتك، انت ازاي تقدر تكون عارف انك انت ازاي تعرف تتواصل مع الناس، مهارات التواصل ومهارات التفاوض ومهارات اقناع العميل. ايا كان المجال اللي انت هتاخده فانت هتحتاج المهارات دي. فمهارات السوفت سكيلز مهارات مطلوبه جدا ومهمه جدا وهتحتاجها في حياتك. مهارات السوفت سكيلز تقدر تاخدها من اي مكان ومتوفره بشكل كبير جدا على الانترنت، وبكده انت تكون عرفت ازاي انك تقدر تملي الشنطه اللي انت تحتاجها في كل حياتك. واضمن لك 1,000,000% انك انت كل ما استثمرت في الشنطه دي وحاولت انك تكبر فيها فانت المستفيد، وده هيعود عليك بفايده على المدى القريب وعلى المدى البعيد. وفايده انك تكبر الشنطه دي هتعود عليك بفايده حاجه اسمها سكيلز ادينج. سوق الفلوس يقول لك ان 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 3، ولكن في سوق المهارات 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 10 و20 و50 كمان. لانك انت كل ما عرفت انك تجمع مهارات وتطلع منهم مهارة قوية جدا مكتسبة، انت تعرف من خلالها انك تعرف تاخد
فلوس اكتر بكتير جدا. فده اكبر ميزة انك انت ليه لازم دايما تحاول تكبر شنطة مهاراتك. وبس كده بقى، عشان ما نطولش كتير في الفيديو، احنا نكون النهارده عرفنا ازاي احنا ليه لازم نكبر شنطة مهاراتنا، وايه هي الشنطة اللي احنا لازم نستخدمها في حياتنا كلها وهنحتاجها في حياتنا كلها. ولو بقى عجبك الفيديو ما تنساش بقى تدعمني باللايك عشان بيساعدني جدا ان استمر واقدم محتوى افضل. ولو انت بقى معانا في قافلة الطلاب المزنوقين، فانزل اشترك معانا في القناة عشان نشوف محتوى كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتك الروق من خانة الطالب المزنوق. سلام.